قبل ما نبدأ، لو عندك الجرأة تكمل القصة دي، متنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس، لأن اللي جاية مش مجرد رعب، ده كابوس حي. بعد ما الفيلا اختفت، أهل القرية افتكروا إن اللعنة انتهت، لكن الحقيقة كانت أبشع بكتير. الناس بقوا يسمعوا خطوات تقيلة في الشوارع بعد نص الليل، رغم إن الشوارع بتكون فاضية. المرايات في البيوت بقت تعكس وجوه ناس مش موجودين، وعيون بتراقبهم من الضلمة. كل يوم الساعة 3 الفجر، أي حد بيبص من شباكه بيشوف شخص طويل واقف في نص الشارع، لكنه مش بيتحرك بس بيبص عليه. في ليلة مظلمة، واحد من شباب القرية اسمه سيف جاله اتصال من رقم مجهول. المتصل: سيف، بص وراك. سيف لف بسرعة، لكن مفيش حد. الدنيا كانت هادية إلا من صوت تنفس تقيل ورا ظهره. أنا براقبك. الهوا بقى بارد بشكل غريب، وسيف حط إيده على رقبته. لقى بصمات سودة محفورة في جلده، كأن حد كان ماسكها بقوة. سيف جري على بيت صاحبه أدهم، لكن لما دخل لقى البيت فاضي. كل حاجة مكانها، لكن المكان نفسه ميت، كأن محدش عايش فيه من سنين. دخل أوضة أدهم، لقى المراية متغطية بقماش أسود، لكنه شاف حاجة مكتوبة بالدم على الحيطة: ما تبصش في المراية، العيون هتشوفك. سيف حاول يخرج، لكن الباب كان مقفول لوحده. فجأة نور الأوضة بدأ يضعف. وظهر ظل طويل جدا على الحيطة. الكيان اللي ما بينامش كان وراه، كان واقف فوق السقف بعيون كتير بتلمع، وإيدين طويلة بتتمدد ناحية سيف. الصوت الغريب همس في ودنه: دلوقتي دورك جه. الأرض بدأت تهتز، وسقف الأوضة بدأ ينزل عليهم. سيف حاول يصرخ، لكن صوته كان مكتوم، كأنه في فراغ. وفجأة الأوضة كلها تحولت لضلمة مطلقة، وظهر ماجد وشريف ونورة، لكنهم كانوا مشوهين. وشوشهم كانت مقلوبة، وعينيهم مخلوعة، لكنهم كانوا بيتحركوا وبيقربوا منه، وهم بيقولوا بصوت متداخل: انت واحد منا دلوقتي. في اللحظة دي سيف وقع على الأرض، وبدأ يحس ببرد رهيب بيزحف على جسمه، كأن الدم بيخرج من عروقه. وفجأة المكان كله اختفى. سيف لقى نفسه في قبو قديم مليان شموع حمراء، والحيطان كانت مكتوبة عليها رموز غريبة. كان في باب خشب قديم قدامه، وكان مكتوب عليه: ممنوع الفتح إلا لو كنت مستعد للموت. سيف كان حاسس إنه في حلم، لكن لما مد إيده للمفتاح حس بإيدين باردة تمسكه من رجله وتجره للظلام. سيف حاول يقاوم، لكنه لقى نفسه مربوط في كرسي، وفي كائن طويل واقف قدامه. الكيان بصله وقال بصوت مش بشري: كل اللي قبلك فشلوا، هل هتكون مختلف؟ بدأ يمد إيده لسيف، وقبل ما يلمسه الأرض اتشقت، وسيف وقع في بعد تاني. لقى نفسه في نفس القرية، لكن كل حاجة كانت مهجورة. البيوت مهدومة، والأشجار ميتة، والسماء لونها أحمر دموي. في وسط الخراب شاف ناس واقفين بعيد، بس لما ركز وشوشهم كانت نفس وشوش اللي ماتوا قبل كده. كانوا واقفين من غير صوت، لكن عينيهم كلها بصله. وفجأة واحد فيهم قال: محدش بيهرب من الكيان اللي ما بينامش، حتى الموتى. في الصبح أهل القرية لقوا بيت أدهم محروق بالكامل، لكن لما الشرطة فتشت المكان ما لقوش أي أثر لسيف. كل اللي كان موجود على الأرض كان بصمات سودة، وجملة مكتوبة بالعظام المحروقة: اللعبة ما بتنتهيش، أنا هرجع تاني. لو القصة دي خفتك، متنساش تعمل لايك، تشترك في القناة،
وتفعل الجرس، لأن الرعب الحقيقي لسه مبدأش. وخد بالك، لو صحيت الساعة 3 الفجر وسمعت حد بيهمس باسمك، ما تبصش في المراية.